الثقافة الجنسية لولادنا بارت 2. صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ انا كنت اتكلمت قبل كده ازاي ان احنا نقول لاولادنا بطريقه مبسطه وبطريقه كويسه يعني ايه الثقافه الجنسيه، يعني ايه جسمنا، يعني ايه ان في مناطق دي بتاعتنا احنا بس ما حدش ينفع يشوفها وما حدش ينفع يتعامل معاها، بطريقه ما تبقاش فيها تخويف، لان بيبقى في حالات معينه لاطفال حساسه شويه زياده بيوصل معاهم الموضوع ان هم ما بيقدروش يدخلوا تويلتس بره بيوتهم وبيحصل معاهم مضاعفات، فما ملهاش لازمه اي حاجه تكتر عن حدها ملهاش لازمه. طب دلوقتي النهارده انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن ولادنا دلوقتي بقوا في مدارس مختلطه، بقى في ولاد وبنات معانا في الفصل، فده يأهلنا اكتر ان احنا نحاول ان احنا نقول لهم القوانين ونقول لهم ازاي يتعاملوا ازاي مع زملائهم واخواتهم. طيب تعالوا نيجي قبل كده بشويه علشان نوصل للموضوع ده. ولادنا من سن صغير اول ما بنقلعهم الدايبرز او الحفاضه بيبتدوا يكتشفوا نفسهم، يكتشفوا ايه ده احنا الحته دي ما شفناهاش قبل كده. ما بيكتشفوش نفسهم بس بقى، لا ده بيحاولوا كمان يكتشفوا الجنس الاخر بطبيعه الحال، وحتى كمان نفس الجنس ليهم. فالموضوع ممكن يوصل ليهم ان هم مثلا ايه، ممكن ينزلوا البنطلون والبانتس قدام صحابهم، يشوفوا ايه انت عندك زيي ولا هل المواضيع دي بتحصل بجد؟ والله اقسم بالله بتحصل. انا ما بجيبش الكلام ده من عندي، انا بتكلم عن طريق حقائق وعن طريق مواقف انا شفتها. طيب ايه المفروض نعمله؟ المفروض زي ما انا قلت لكم، اول حاجه تاني هرجع اقول زي ما بقول في كل فيديو، لغه الحوار بينك وبين ابنك او بنت ما تخوفوهوش، وشك ما يتغيرش ويا نهار بلاك وايه اللي انت عملته، دي قله ادب دي خالص. هتسكتي، هتستني لغايه ده لو انت شفتيه، لان هو ممكن يكون بيعمل الموضوع ده من وراك. لو انت شفتيه هتسكتي خالص، بعد كده هتتكلمي معاه تقولي له انت عملت كده ليه. في مبدا بس انا عايزه احطه قدامكم، ولادنا لغايه قبل سن البلوغ بشويه ما بيبقاش عندهم شهوه جنسيه خالص، مش موجوده، فهو الموضوع مجرد فضول. فانت لازم توظفي الموضوع صح، ما تدخليش ابنك او بنتك في حتت ملهاش لازمه دلوقتي. يبقى احنا الاول لو شفنا موقف زي ده حصل نسكت خالص، نتكلم معاه بالراحه. انا عايزه بس اعرف انت عملت يا حبيبي كده ليه؟ طب انت شايف ان ده صح ولا غلط؟ طب انت عارف هو الموضوع ده غلط ليه؟ اصل فلان عمل. خلي بالكم ان في حاجات بتطلع لاولادنا وهم بيلعبوا جيمز على الموبايل بيبقى فيها حاجات كرتون ومباح كل حاجه فيها، فاحنا لازم نخلي بالنا ولادنا معرضين لايه. هاخدكم بقى للحته الاولانيه اللي انا كنت بتكلم فيها. ولادنا وبناتنا بيبقوا في نفس الفصل، زي ما بقول لكم اي حد في الدنيا حتى ايفن احنا لازم يتحط لنا قوانين نمشي عليها. بس خلي بالنا واحنا بنحط القوانين دي لو كانت صارمه بزياده بنكرهها، ولو كانت لا هاديه بزياده ولينه بزياده بنعرف ان احنا نحور ونلاقي طريقه ان احنا ما نطبقهاش اساسا. فخلينا معتدلين واحنا بنطبق اي قوانين. اول قانون مع اولادنا، حبيبي ممكن ان انت تتعرض ان حد يضايقك او كده، فاكرين اللي هو اللي يضربك يضربه؟ طيب احنا ممكن نتعرض ان حد يضايقك او يضربك تروح تقول للمدرسه وتعمل 1 2 3 زي ما انا كنت قايله لكم في الحلقه اللي قبل كده. طب لو كان اللي بيضرب ده بنت، لو انت عندك ولد وبنت ضربته في الفصل، لا اول قانون اياك ترفع ايدك على بنت او تضربها، وما تقوليش كده كقانون وتسكتي، لا خلي بالك يا حبيبي، انت الولد بيبقى عضلاته اقوى وبيبقى ممكن يأذي اكتر لما يضرب بنت غير لما بنت تضربك. البنت بطبيعتها مش هنقول حته ضعيفه، لا عضلاتها ربنا مكونه عضلاتها ان هي مش زي عضلاتك، فممكن لو ضربتك الموضوع ما يوجعش زي لما انت تضربها. طب اتصرف ازاي؟ لا بص لها وقول لها انا ما بحبش كده، اللي هي فاكرين اول ستيب، انا ما بحبش كده، لو سمحتي ما تعمليش كده معايا تاني، وتروح تقول للمدرس. وبعد كده تبتدي انك انت لا ممكن تتكلمي مع المدرسه، تتكلمي مع المدرسه ان معلش في ان الولد والبنت دول او البنت دي بتاذي ابني بطريقه معينه، وانا معلمه ابني انه ما يضربش ما يمدش ايده على بنت. يبقى دي اول قاعده. وتعلمي بنتك حبيبتي الولاد بيبقوا شويه عضلاتهم اقوى ومش عارفه ايه، حاولي ان انت تستخدمي بقك لو انت متضايقه من حد، ما تضربيش ولد، عشان انا مش هقبل ان ولد يضربك، عشان ده مش حاجه صح. طب في النقطه دي بقى جالي اراء كتيره، جالي ان في اهالي بيقولوا لاولادهم او لبناتهم ده هو بيضربك اصله بيحبك، لا اصل هي بتضربك اصل هي معجبه بيه. يا جماعه الكلام ده غلط، انتوا بتربوا ولادكم ان الضرب سواء للبنت او للولد ده طريقه تعبير عن الحب، وده مش صح
ومش مقبول. طيب القاعده الثانيه حبيبي، فاكرين قبل كده ده جسمك وفي مناطق معينه ما حدش المفروض يشوفها، فانت تحاول على قد ما تقدر ان لو في بنت قاعده جنبك انك انت ما تمسكش مناطق معينه او ما تزقهاش من مناطق معينه او ما تهزرش معاها. انا ما بتكلمش بقى دلوقتي على ضرب، ما تهزرش معاها في مناطق معينه، ده غلط ممنوع. غير كده لو انت لقيت بنت محتاجه مثلا بلوزتها اتقطعت مش عارفه ايه، انت تبقى موجود علشان تساعدها، ونفس الوقت البنت تتعلم ان لا، لو في ولد قاعد جنبك ما تهزريش معاه في مناطق معينه، وتوري لهم ايه المناطق، سواء لو هي عندها اخ ولد او هي كبنت توري لها المناطق اللي ممنوع تهزر فيها مع حد. دي لازم اتس ماست. تالت حاجه الخصوصيه، ان احنا نعلم ولادنا الخصوصيه. وانا عارفه ان ده ساعات كتير بيبقى صعب، بس لازم نبتدي من البيت. عشان كده انا عامله الفيديوهات دي. البيت من اهم الاماكن اللي ولادنا بيتعلموا فيها. بيوتنا، ولادنا مرايه لبيوتنا لاهاليهم. نحاول على قد ما نقدر ما نغيرش قدام ولادنا، سواء اب او ام ما يغيروش قدام ولادهم، الاخوات ما يغيروش قدام بعض، الاثنين ما يدخلوش التويلت مع بعض او يستحموا مع بعض، ممنوع. ده هيعلمه ان لا، انا جسمي بريشس، جسمي غالي، محدش المفروض يشوف. نحاول على قد ما نقدر. انا عارفه ان بيبقى فيه ابهات بيسافروا كتير فالولاد بيناموا جنب مامتهم، مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي لان ده ليه حلقه تانية خالص، بس نحاول على قد ما نقدر ان ولادنا يناموا في اوضتهم. في ساعات بيبقوا الاطفال شويه صغيرين، فبيجي لما يجي الاب من السفر عادي بينام الطفل مع الاب والام في اوضتهم، وده غلط، ما ينفعش. يا رب يا رب يا رب يكون وصل لكم اللي عايزه اقوله. انا عشان فيديو فيه حاجات كتير قوي عايزه اقولها ومش عارفه اقولها معاكم، بس يا رب اكون عرفت اوصل لكم اللي انا عايزه اقوله. هرجع تاني اقول ولادنا غاليين قوي يا جماعه. خليكم مصدر مصدر المعلومات الوحيد ليهم. فهموهم ان انتوا مش كاملين، فهموهم ان انتوا ساعات بتغلطوا، فهموهم ان انت زي ما انت ده جسمك واتس بريشس المفروض ما حدش يشوفه، انا كمان جسمي بريشس والمفروض ان انت ما تغيرش قدامي ولا انا اغير قدامك. لازم الموضوع يرجع لك او يرجع للاب في الاخر. يا رب تكونوا استفدتوا. هرجع تاني اقول لو انتوا عايزين اي موضوع تاني نتكلم فيه ابعتوا لي على الكومنتس تحت. هم بلغوني هنا ان انا اقول لكم سبسكرايب في اليوتيوب. انا طبعا الحمد لله تكنولوجيا وايز انا شاطره جدا، مش عايزه اقول لكم انا شاطره قد ايه، اللي عارفيني عارفين قد ايه انا طلبوني في النت وفي جوجل بس انا اللي رفضت، فهم قالوا لي اقول لكم اضغطوا سبسكرايب. مع السلامه.